الحريم وبقت تطلع عريانة على التيك توك عشان خاطر تأكل عيالها. يبقى القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب امحوها يا علي، يعني معناه امحو كلمة رسول الله. فعلي بن أبي طالب قال والله لا امحوها. احنا بدنا نسألك يا وليد، أين قال الإمام علي في كتب الشيعة والله لا أمحوها؟ على كل واحد متابع لوليد، كل واحد يتابع وليد عليه انه يسأل هذا السؤال: أين قال علي بن أبي طالب والله لا أمحوها في كتب الشيعة؟ أين قال هذا الكلام؟ وإلا أنتم ستكونوا شركاء معه يوم القيامة، لأنكم موافقين على هذا الكلام، وهو يكذب على أهل البيت ويطعن في الإمام علي، وأنتم موافقين له وتزقفوا له وبارك الله فيك من هذا الكلام الفاضي. أنتم موافقين على الطعن في أهل البيت، فأنتم كمان معه يوم القيامة ولكم عذاب شديد لكم، لأنه يطعن في أهل البيت وأنتم موافقين معه على الكلام. خليكم موافقين، خلينا نشوف شو اللي حيصير فيكم. ظلكم دلعوا لهذا الملعون الكذاب، وأنتم خليكم معه تصفقوا له ليل نهار. أي نعم، فأنتم معاهم، ومن يتولاهم منكم فهو منهم. هو نفس الشيء، أنتم تتولون هذا وتصفقون له وهو يكذب على أهل البيت. خليكم معه ونشوف النتائج وين. خليكم معه ونشوف يوم القيامة هل هذا حينفعكم أو لا. اتجوزت 15 مرة تحت مسمى الزواج الصيفي أو الزواج السياحي أو الزواج المؤقت. كان جواز المتعة منتشر عند الشيعة في إيران والعراق، فأحب أقول لكم إن هو موجود عندنا هنا في مصر، بس اسمه الجواز السياحي. وده بقى يبقى واحد سايح عربي عايزه البلد دي يبقى فيها بني ادمين عارفين قيمتها، لان البلد دي اللي موطيها ناسها. بطلوا قرف بقى. قيمتكم بترموها وتدوسوا عليها وفاكرين ان هيبقى لكم قيمه بعد كده. الفن المصري بيدي قيمه، في وسط عايشين مالهمش قيمه وهيموتوا ولا حد هيقدر. انتوا طبعا الناس الجهله ما تعرفش الكلام ده، هتفضلوا تبهدلوا وتدبحوا في الفنانين يا شعب مصر. كتير قرف دول، اللي ريحتها رجلين، اللي ريحتها وحشة، اللي ما بيستحموش، اللي ما بيضحكوش، اللي اسنانهم مجلخة، اللي لبسهم منتن، اللي ريحة عرقهم تعمل لحد 10 كيلو. انا مخنوقة قوي من الناس اللي في مصر اللي روحها ضلمت، وبتوع شيطان وبتوع ضلمة وبتوع كره وبتوع شتيمة وبتوع قلة قيمة، عشان هم دي